غلطت فيها؟ وحيه معاك ولا حيه معاك يا حوده الشبه؟ طب وحيه معلش تخش معايا ليه؟ طالما ما بتكلمنيش. انا مش طرف مع حد فيكم، انتوا الاثنين انا اتدخلت ما بينكم 3 4 مرات تقريبا. اهو سامع يا عم احمد؟ في مره وحيه معاك ولا حيه معاك يا حوده الشبه؟ طب وحيه معلش تخش معايا ليه؟ طالما ما بتكلمنيش. انا مش مصلح اجتماعي وانا ماليش دعوه، بس انا حبيت اعرفك ان انت عمال بتضيق الدايره عليك. افهم انت. كبر دماغك بالظبط. والله العظيم عامل كده يا عم احمد. لا كبر دماغك، ومش كل حاجه تقف عليها، ومش كل حاجه ترند ريتش مفيش بص انا هقول لك على حاجه. منار احنا نعرفها قبل منك وقبل ما انت تظهر على الابلكيشن. ايوه. ومفيش حد زي ما قلت لك بدل المره مليون مره، ما حدش محتاج لحد. بص هقول لك على حاجه. كل واحد وصنعته، كل واحد على حاجه بعد قطع كلام عم احمد. ايوه. عارف عم احمد ده حصل بينه وبينه حوار. ايوه. محدش يعرفه، بس انا هقوله دلوقتي. شيفو، انا في واحد في البرنامج هنا شتمني، انا رحت جاي قاطم وما اتكلمتش في الموضوع. ايوه. لما قابلته شتمته، خدت حقي خلاص. ايوه. ما جيتش بقى، ده انا اعترت فيه بعدها يجي بشهر، ما قعدتش بقى ادور عليه. لا انت كده جاي، كده جاي فعلا. اخدت حقي، قلت انا كده خلصان. الراجل ده قال لي انا هعمل لك محضر، قلت له اعمل. انت راجل شاتمني قدام الناس وانا رديت لك الشتيمه، راجل اعمل لي محضر. عارف في نفس اليوم بالليل ايوه عمك احمد راح جاي متصل بيا قال لي مالكش دعوه بحاجه. ايوه. الكلام ده ما حدش يعرفه اصلا، تمام؟ أيوة. اتصل بيا قال لي مالكش دعوه باي حاجه. انا لو مش جدع هو عمره ما يتصل بيا. اتصل بواحد بتاع مشاكل وبتاع حوارات عشان خاطر البس نفسي معاه في حوارات؟ انا مالي دماغي. فهو متصل بيا ليه؟ هو شاف مدام ما بيجيش على حد، مدام جدع بيحب الكل، ما بيحبش يزعل حد منه. واقول لك على حاجه، قسما بالله لو شفت الراجل اللي انا وهو شتمنا بعض دلوقتي، لو شفته وشتمني ما هرد عليه.